السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. وحشتوني كتير كتير من آخر فيديو نزلناه مع بعض. وصفة النهاردة بقى كيكة التايجر، بجد طريقة سهلة جدا بسيطة هتعجب الأولاد. شكلها كده مغري كده وشكلها جميل جدا، وبيبقى تغيير كيكة يومية، بس طبعا زينتيها شكلتيها غيرتي من شكلها. بتبسط الأولاد جدا وبتخليهم كده مبسوطين وحاسين ان هما بياكلوا حاجة يعني مش عادية عادي. بس الأولاد بيتبسطوا جدا بالحاجات ديت. تعالوا مع بعض كده نشوف المقادير مع بعض عبارة عن ايه. أول حاجة أنا حطيت 4 بيضات، تمام، وحطيت عليهم كيس من الفانيليا زي ما انتم شايفين كده. وهبتدي ان انا اضيف عليها السكر، واضرب بقى البيض بالفانيليا والسكر ده كويس جدا في الخلاط. بحاول على قد ما اقدر ان انا اعمل كل كيكات معاكم في الخلاط، لان الخلاط موجود عند جميع الفئات. لكن انت لو متواجد عندك المضرب ممكن تعمليها بالمضرب، لو متواجد عندك تعملي بمضرب يدوي ماشي، عجان ماشي، كل الامور دي تمام. حطيت هنا مقدار كوباية من السكر مع ال4 بيضات ومع كيس الفانيليا، وهبدأ ان انا اضربهم في خلاط كويس جدا جدا زي ما انتوا شايفين معايا كده، لحد ما اوصل للون الفاتح بتاعي الجميل دوت، ويعمل الفوم. البيض بقى يدوب معايا مع السكر يعمل الفوم ده واللون الفاتح. ابدا بقى انزل بالخطوات التانية، طريقه سهله طريقه بسيطه. وامشي معايا خطوه خطوه هتلاقي الدنيا ماشيه معاكي زي الفل. حاولي ان انت تغيري بس كده، هياها نفس الكيكه. طبعا احنا دايما الامهات بتعمل كيكات كتيره قوي للاولاد، بس نحاول بقى ان احنا نغير بس في الشكل كده مش اكتر، عشان الاولاد يبقوا مبسوطين وهما بياكلوا، وفي نفس الوقت قيمه غذائيه داخله جسمهم، لان البيض واللبن والحاجه دي كلها يعني فايده داخله جسمهم، تمام. وتبقي برضو عملتي من ضمن البنود بند للفطار وللعشاء، مثلا مع كوبايه لبن بقى بمعلقه من الخل، واحط عليها كوبايه الا ربع من الزيت زي ما انتوا شايفين كده، اللهم بارك. بصوا انا، وطبعا الكوبايه اللي هتعايري بيها اللبن هي اللي هتحطي فيها الزيت، هي تحطي فيها السكر، بتبقى كوبايه واحده، تمام. يعني ما اجيبش مثلا كوبايه شوب كده اعمل فيها السكر، وكوبايه مج اعمل بيها اللبن، كوبايه شاي صغيره اعمل بيها الزيت. لا، هي كوبايه واحده ومقادير واحده. نص في نفس الكوبايه، ربع في نفس الكوبايه، كوبايه يبقى في نفس الكوبايه، كوبايه وشويه برضو بنفس المعيار بتاع الكوبايه. ولو عندك اللي هي الكوبايات المعياريه برضو استخدميها عادي، لكن لو ما عندكيش زي حالتي كده انا بستخدم الكوبايه، وبصراحه مريحاني جدا. حاسه ان المعيار ده مش يعني مش لازم يكون موجود في البيت، فما توقفيش نفسك، الكوبايه بتقضي الغرض عادي. زمان كانت الناس شغاله ازاي؟ كانت شغاله بالكوبايات اللي موجوده في البيت. المهم يا بنات، انا بعد بقى ما حطيت اللهم صل على النبي، حطيت معلقه من الخل، وحطيت كمان كوبايه الا ربع من الزيت، حطيت كمان كوبايه ونص من اللبن، ضفتهم عليهم ضربتهم كويس جدا. الخلاط معايا انتهت. هبدا بقى ان انا اشيل الخلاط زي ما انتم شايفين كده، وبعد كده اجيب الطبق بتاعي فيه مقدار كوبايتين ونص من الدقيق، نخليهم كويس جدا. هنزل عليهم بكيس كامل من البيكنج باودر، وهنزل عليهم برشة من الملح، وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده هنزل بالخليط اللي طبعا احنا ضربناه في الخلاط عادي زي ما انتوا شايفين معايا كده. هقلب بقى كويس 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 لحد ما احس ان كله بقى خليط واحد، ما يبقاش فاصل، او الدقيق مثلا في ارضيه الطبق او في الجوانب. لا، اتاكد كويس ان انت خلاص كده ان الدقيق اتمزج مع الخليط، بقى حاجه واحده، هما الاتنين حاجه واحده زي ما انتوا شايفين معايا كده. هبدا بقى ان انا اقلب، ده القوام اللي انا عايزاه كده، القوام دوت مظبوط. انا بس جيت هنا حطيت اخر حبه بس معلقتين كده مكانه في الشفشه، مكان الخليط اللي احنا كنا ضاربينه في الخلاط، وقلبتهم كويس جدا تاني 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 عشان اتاكد ان خلاص كده كل المقادير اتمزجت مع بعض كويس زي ما انتوا شايفين معايا كده. بعد كده يا بنات احاول ان انا اقسم الخليط لنصين، نص احط عليه معلقه او معلقتين من الكاكاو الخام، تمام، احط له كده معلقه لبن او معلقتين، بحيث بس ايه معلقه الكاكاو طبعا عشان ما يبقاش الخليط معايا تقيل. احاول ان انا اخليه نفس السمك بتاع الخليط اللي هو الابيض الفانيليا، عشان ما ينزلش لتحت والابيض يبقى فوق اللي هو اخف، والكاكاو يبقى تقيل فينزل لتحت، وما يديكيش التخطيطه اللي هي التايجر اللي احنا محتاجينها او عايزينها لما بعد سوا لما تيجي تقطعي الكيكه. تمام تمام. بعد ما حطيت الكاكاو وحطيت معلقه لبن زي ما انتم شايفين كده، الخليط طبعا تقيل، بدات بقى ان انا اقلبه كده كويس، وبرده خليه ان هو يمتزج كويس جدا عشان ما يبقاش فيه تكتلات، عشان ما يبقاش فيه كاكاو من الجوانب، او مثلا لما اجي احط الخليط ما يبقاش متماسك كويس جدا. اول ما احس ان الخليط نفس الدرجه او نفس
الوضع بتاع الخليط الفانيليا ونفس القوام. هبدأ بقى اجيب الصينية بتاعتي دهناها كده مسحة زيت من الأرضية ومن الجوانب، وابدأ ان انا اشتغل بقى احط جزء من الخليط الكاكاو وجزء من الخليط الابيض، جزء من الخليط الكاكاو وجزء من الخليط الابيض لحد ما اخلص الكمية كلها، وهكذا. هي دي الطريقة اللي بتديكي طريقة التايجر بعد ما الكيك يستوي. بس يا بنات زي ما انتوا شايفين معايا كده، بصوا يعني مقدار معلقتين مثلا من الكاكاو، معلقتين من الفانيليا، معلقتين من الكاكاو، معلقتين من الفانيليا، وهكذا لحد ما الخليط خالص ينتهي اذا كان الكاكاو او الفانيليا. هفضل بقى على الحال ده والحال ده، واحاول على قد ما اقدر يعني وانتي بتصبي كده ان يكون مقدار الصب بتاعك في النص، عشان تطلع معاكي الكيكه مظبوطه وما تبقاش ان هي الرسمه مايله يمين او شمال. حاولي ان انت على قد ما تقدري تظبطي وانت بتصبي كده تصبي في مقدار نص الصينيه. وطبعا لو مالت منك حاولي تظبطيها بقى، تجيبي يعني الخليط من الناحيه دي والناحيه دي لحد ما تخلصي الكميه، وعلى قد ما تقدري تظبطيها ان انت بتصبي في النص. هنا بقى كنت خلاص كده بلم بقى اخر الخليط هنا وهنا، اخر حبة في الكاكاو واخر حبة في الفانيليا، وخلاص كده. بصوا بقى الخطوة اللي جاية بعد كده، عندك خلة هتبدأي ان انتي اي خلة او سكينة او شوكة رفيعة، المهم ان اي حاجة تخططي فيها. بصوا بقى هبدأ ان انا اعمل كده اقسمها 3/4، وبعد كده هجيبها لجوه وبعد كده اطلع لبره، فتديكي شكل الوردة، وفي التقطيعة تديكي شكل التايجر. بصوا بقى بعد ما استوت اللهم بارك، حطيتها في الفرن على درجة حرارة 180، الشبكة في النص، الفرن غاز مش كهربا، مش مشغلة الشواية خالص. بعد ما قطعتها شايفين اللهم بارك. بصوا بقى هنا التقطيعة تايجر اللي هي ايه، وحدات كده من الابيض والفانيليا متداخله مع بعض. لكن لو انتي كان خليط الكاكاو او الابيض اتقل من التاني، لو واحد فيهم تقيل هتلاقي صب في النص والنص التاني طلع فوق، فتطلع معاكي نصين مش مخططه زي كده. عشان تطلع معاكي مخططة زي كده لازم يكون قوام الخليط ده وده زي بعض، زي الاتنين مقدار واحد او قوام واحد، عشان ما فيش واحد فيهم يصب لتحت والتاني يبقى لفوق. زي ما انتوا شايفين اللهم بارك. بصوا شايفين الجمال، شايفين الحلاوة، مستوية وهشة وجميلة وبجد تحفة. شايفين مفرغة ازاي، ويعني زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك، والارضيه بتاعتها نظيفه وحلوه، وبالهنا والشفا بقى على الاكل. يعني كانت جميله جدا وحلوه زي ما انتوا شايفين كده اللهم بارك. بس فجربيها بالطريقه دي هتعجبك جدا. اتمنى